لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 1014 لوانا كان تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان ومبست رزامة رب العالمين وهوادان مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بەڵە خۆشەویستان کلوانی لەوانەی ڕابردووشت لە خزمەت ئەواتە پیرۆزەدا بووین کە ئەڵڵا تەعالە باس لە پێغەمبەر دەکات صلی الله عليه وسلم دەفەرمی ئەگەر هەمووتان بەسەرینەیە خن ئەڵڵا تەعالە بێنیازە بەرامبەر بە هەمووتان بە تەحقیق ئەڵڵا تەعالە بەسەریدەیەخی کاتێکەوە کافرەکان دەریان کرد لە مەککە بە خۆی و بە ئەبوو بەکر خوای لێ ڕازیوی دوو کەس کاتێک کە دەگەنە ئەو ئەشکەوتە لەوێن دەرێک کە موشریکەکان دەگەنە پێش دەرگای ئەشکەوت پیغمبر صلی الله عليه وسلم هەز بە ناڕەحەتی ئەبوو بەکر دەکا و پێی دەفەرمی لا تحزن إن الله معنا خەفەت مەخۆ إن الله معنا الله تعالى بالتأكيد لقلمانا فأنزل الله سكينته عليه الله تعالى سكينتي خستا ناودلو دروني وأيده بجنود لم تروها الله تعالى بجنود كوا ملائكة وكزانا دفرمون تأييدي بكرد كوا أنقول نايبينا وكل عذب النمير دلي كشنقيطية دلي الله جل وعلا يشرع بأفعال رسوله وأقوالهم لخلقه كواتا الله تعالى بقسو وهروها بفرمودو بكردوي بيغمبركاني عليهم الصلاة والسلام الشريعة دادني لبو همو خلشي لبو همو خلق فالله جل وعلا مع عظمته وجلاله أو ذاتي كوال لقل أوهم عظمة جلاله وتصريح النبي بأنه معه وكاتش كبيان صلى الله عليه وسلم دفرمي كوا الله تعالى لقل يانا وهروها وأن الله أيده بجنود الملائكة الله تعالى تأييدي شدك خواي قول بعظمتي خوي لقل يانا وتأييدي عندك بملائكة مع هذا يدخل في غار في ظلمة الليل سبحان الله فاتما بس ليردا تمشاك يعني خواي يقول لسر زبانو بكارو كردوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام شريعة ما في ذكاء يعني تمشاك بيان صلى الله عليه وسلم لهمو كسك توكل زيادة لقل أو ذاتي كوا بالتأكيد دفرمي لقل مانا وخواي يقولش تأييدي دكاو ملائكة جدادة بزيني والسكينة تخاتنا ودول دروني لقل وش يأخذ بالأسباب دەست بە هۆکارەکان دەگرێت لێ دەڵێ تەمەشا دەکەی لەگەڵ ئەو اعتقادش ئەوجا بە تاریکایی شەو دەچێتە ناو ئەشکەوت و والغار فيه الحيات وخشاش الأرض أو أشكوتك واحتمال أنواع مارد وبشك وشتيدي كي درندي ليبي ليسن للناس ويشرع لهم حمل أعباء تبليغ الرسالة والدعوة وأن يتحملوا في شأن الدعوة إلى الله كل البلايا والمشاق وفيري عندك دەست بە ئەسباب بگرن و هەروەها فێریان دەکا کەوا لەگەڵ ئەوەش الله تعالى لەگەڵیتی تحمل ئەو هەموو مەشەقەتە دەکا لە پێناوی ئەو پەیامە و ئەو داوە بانگەوازە تاوەکو خەڵکیش چاوی لێ بکەن ئیمانداران چاوی لێ بکەن ئامادە بن تحملی مەشەقەت و ناخۆشی بکەن لە پێناوی گەیاندین ئەو داوە ئەو پەیامە ويستهين فيها بكل عظيم وهروها تاوەکو هەموو شتێکی ترسناک لە لای ئەوان ئاسان بی
لە پێناوی ئەو داوە و بانگەوازە ئەو هەموو مجازەفەیە دەکا تەوەکولیشی لەسەر الله تعالى خوای گەورەی دەکا و دەست بە ئەسبابیش دەگری و ئامادەشە لە پێناوی ئەو داوە و ئەو پەیامەدا هەموو شتێک ببەخشی. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكل قاسمي دڵێ أي المغلوب المقهورة کەواتە تعالى خوای گەورە بنصرەتی لە بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وای کردکەوە کەلیمەی کافران مەقهور بی مەغلوب بی واتە دۆڕاو بی کەلیمەی ئەوان والكلمة الشرك أو دعوة الكفر كواتە کەلیمەی کافران چییە؟ شرکە یان بانگەوازی کوفرە. خوای گەورە دەفەرمی بڕیاری داکەوە بانگەواز و کەلیمەی شرک و کوفر نزم بی دۆڕاو بی فهو مجاز عن معتقد من الذي من شأنهم التكلم به على أنها الشرك أو هي بمعنى الكلام مطلقا على أنها دعوة الكفر. كواتا خوای گەورە کە باز لە کەلیمەی ئەوان دەکەواتە کەسێک کە کافر بی کەلیمەکەی کەوادەری دەبڕ هەر کوفرە کەواتە ئەو کەلیمەیە تعبیر لە اعتقادی کوفر دەکات دعوە و بانگەوازی کوفر دەکات. ئیتر خوای گەورە بە نەسرەتدان و سەرخستنی پێغەمبەر و صلی الله علیه وسلم ئەهلی حەق لە بۆ ئەوەی کەوا دعوە و اعتقاد و کەلیمەی کوفر دۆڕاو و نزم بی. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكل تفسير سعدي دڵێ أي الساقطة المخذولة كلمة كفر دابزيو بكويو بدوري فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين كافر كان لو لحظة كواباز لهجرة پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد كانوا على حرد قادر واتا لموقفه زور بدا صلاة مسيطر بون في ظنهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه كواتا زور مسيطر بون زور سقشان بويها بوكوا وەکو بڕیاریان دابوو پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم بگرن و بیکوژن فعلموا غاية مجهودهم فعملوا غاية مجهودهم في ذلك هەموو توانای خۆیان بەکارهێنا و بە تەسەوری خۆشیان زۆر مسەیتر بوون فخذلهم الله تعالى خذلانی کردن تەئیدی نەکردن تەوفیقی نەکردن بە دۆڕانیانیدا ولم يتم لهم مقصودهم مقصود وما بستيان جيبا زينبو بل ولا أدركوا شيئا من هيش تيشيان بدسنا هنا ونصر الله رسوله بدفعه عنه يتبع خواهي قول سبحانه وتعالى پیغمبر كيف بسر يخص ويكوا خطرياتي أوين لسر لادان وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع أو نصر الكليرة إلا تنصروا فقد نصره الله نصرتك بريتي ولويكوا أو دژایەتی ئەوان و خۆتە و پیلانی ئەوان بەگرتوور بە کوشتنی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خوای گەورە هەمووی تێکشکان فإن النصر على قسمين لەبەرەوەی نصر دوو بەشە نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم كواتا قسم یەکەم ئەوەیە کاتێک ئەو مسلمانان چاویان لێ زاڵ بن بەسەر کافران مەبەستیان ئەوەیە کەوا دەستیان بەسەردا بگرن با بڵێن تێکیان بشچێنن خوای گەورە سبحانه وتعالى تەئیدیان دەکا بەو شێوەیەکەوە زاڵ بن بەسەریان. بەشی دووەم لە نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر بەشی دووەم لە نەسرەت ئەوەیەکەوە کەسێکی مسلمان مستضعف بی چەوساوە بی و چەوسێنرابیتەوە کەوا دوژمنەکەی چاوی لێیە بە تەواوەتی لە ناوی بە فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه لذا نصرتك بريتي لويكوا كاتك أو تسوساو بيت وأنا بيد صلاة دجمنك دي تيش بشين الله تعالى دجمنك ليلاد لناقر كوا دا صلاة بس دا بالشيء دفاعي ليدك ولعل هذا النصر أنفع النصرين لو دزور النصر أويان بس التربي ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع كواتا نصرتي خوای گەورەش لەبۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەو نەوعی دووەم بوو کاتێکەوە هیچ ظاهرا توانا و دەسەڵاتێکی مادی نەبوو دژمنانیشی لەو پەڕی توانا و دەسەڵات من خوای گەورە منعیانی کردکەوە دەستیان بگاتە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دیفاعی لە پێغەمبەرەکەی کرد صلى الله عليه وسلم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا لبرانبردا خوای گەورە وای کردکەوە کەلیمەی الله تعالى بەرز بی وەکو قاسمي دلي يعني التوحيد وتكلمي توحيد واعتقاد بيرو باوري يكتا برستي أو دعوة الإسلام ياخذ بقشتي دعوة إسلام خواي جورا
وهروە داوای ئیسلام کە بریتە لە عەقیدەی تەوحید خوای گەورە بەرزی کردەوە أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة أو دعوة بانقوازي التوحيد حتى روج قيامته هر برزة أجر سيها الجرانيشي زور زاران توشي قرتنو كشتنو وهروها دسو سيندرينو بلام كلمة التوحيد هر برزة خواي قور كسانك هر مستخر دكا لو إكوا دعوة التوحيد هر بردوان بي رغم أنف الكافرين وكاتش كخواي قول أو كلمة ذات بالخوي وفي إضافة كلمة إلى الله إعلان لمكانتها وتنويه لشأنها كات أو كلمة كاتك خواي قول ذات بالخوي كات كلمة زور برزة أو بري شرفو أو بري قوري أو كلمة لويدا كوديت بال الله تعالى وكل تفسير السعدي جدله وكلمة الله هي العليا لو عند إلى قاسمين قلت كلمة توحيد واعتقاد التوحيد دعوة إسلام ليرد له كلمة الله هي العليا أي كلماته القدرية وكلماته الدينية خواهي يقول كلمات قدرية وكلمات دينية كلمات دينية كبريت لو شريعة ولو قرآن ولو سنة بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكلمات دينية كلمات قدرية أو بريارانة كخواهي يقول لقدر وباب لقضاء وقدر فرماني كردية وديدا وزيب زيش دبي تفرمي بهور دمانايان كوات كلمة قدري وكلمة ديني هي العالية على كلمة غيره كلمات الله تعالى قدري وديني هل أبيان برستر لسر كلمات غير خوي التي من جملتها قوله كوا يقلوانا ككلمة خواي قولي سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وبعد ايش خواي قولي فرمويتيو أو كلمة دي برز بيو زيبي كوا خواي قولي حقق لسر خوي نصرة إيمان داران بدا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يكلا كلمات كاني أويكوا الله تعالى فرم بالتأكيد إيما بيغمبران مانو إيمان داران لجيان دنياش نصر الدين للروج قيامتيش وإن جندنا لهم الغالبون وهو جندي كان إيما هر أوان غالبا هر أوان سركوتو سرفرازا لروي عقيدة هر أوان سرفراز لدنيا ولقيامة دا فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان تدين الله تعالى أو دينك ظاهرة برزة غالبة لسر باقي أديان كانت كر بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر بو حجة بلغ واضحان وبو آتاني كوا زور روشنن وبود صلاتي كوا خواهي سبحانه وتعالى بأهل حق دا لا أو كاتاني كوا أوان بابن دبن با شروط كانوا خواهي قورش نصرتيان دا الصلاة يشحقيان بيدا بخشي والله عزيز حكيم والله عزيز وكل قاسم أي غالب على ما أراد أو كبير دبي حكيمة في حكمه وتدبيره لحكمي وهو لتدبيري هم كارباركان الله تعالى حكيمة وكل تفسير سعد حكيم يضع الأشياء مواضعها حكيمة الله تعالى اشتكى لزيجاي خويدادني وقد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر هندي زار أو تاقميك وسرب الله سبحانه وتعالى خير نصرتيان تأخير ذكاء لبكات شديك اقتضته الحكمة الإلهية لبيدا يشتكى حكمتي خوايا كواخواي يقول لفلان وقد نصرتيان نالاده بخوي دزاني حكمة لودا لا العذب النمير ذلي هذان الاسمان من أسماء الله العزيز الحكيم كوا أوقاتك وتايبو دنا وهنا لدنا بيروزكان خو العزيز الحكيم تسلا خوي ذلك المتضمنتان هاتين الصفتين من صفات الله أو دنا وجه دو صفة لصفات خوي قوريت دا كويا عزته حكمته عزته حكمته حكم العزيز عزتي خوي قوريت دا صفة عزة الحكيم حكمته حكم خوي قوريت دا طلع هما أبلغ شيء في امتثال أمره وطاعته جل وعلا كواتا أو دنا أو دو صفة أبلغ شيء في امتثال أمره كواتا بليغ ترينش تو بهسترينش تلبو كوا فرمان كان زيب زيبي وطاعته خوي قوريت لأن عزته أي غلبته وقوته وقهره وسلطانه كواتا أقادار با أو عزتي خواي قوري كبريت لغلبته قوته قهر سلطان وذا صلاتي يجعلك أيها المسكين تخافه وتخضع لأمره ونهيه كواتا بو قوة عزته قدرته ذا صلاتي كهيتي أتو أي إنسان مسكين وفقير
ناچاری لی بترسی بالكذب لبفرمانو قد كراوكاني وكونه جل وعلا حكيما وكاتش كخواي قورا خاون حكمته لا يأمرك إلا بما فيه لك الخير ولا ينهاك إلا عما فيه لك الشر كواتا بحكمك وحكيمش فرمان بيناك إلا بخير نبي اشتك لقد غناك إلا الشر تدال بوتو ذلك يقتضي أيضا أن تطيعه وتخضع لأمر ونهي هر عيني بحكمتك شي عيني والدك كوا من الكذب لبوخوا كواتك أخواي قول العزيزة إهندي كوا إطاعي بكي الحكيمة إهندي كوا إطاعي بكي وكل تفسير سعد جدل وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق أو أعتبراستي قوري أو بيا وبرزة أبو بكر الصديق مالو وديار داخي بتايبة مندية كوا بغير وينبخشرا لو أمته وهي الفوز بهذه المنقبة الجليل والصحبة الجميلة والصحبة الجميلة كواتا أبو بكر الصديق خوي رازيبي لردا خوي قورا تنهار لنا وهمو أصحاب لنا وهمو أمت بيود فرم إذ يقول لصاحبي أو دكاتا خوي قورا سبحانه وتعالى شاهدي بصحبة أبو بكر ددا خوي رازي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو يدلي مسلمانا إجماع يان لسر أويا كوا أو كلير دا خوي قورا باسي صاحب دكا غير أبو بكر كسكا بابرين لو موقفه لقالينيا أبو بكر كواتا خوي قورا الشاهدي بصحبتي دا لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لو يلسر أساساش هر كسك إنكاري ها ولايتي أبو بكر بكالبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كافرة لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها لبرو إنكاري اشتاك دكا كخواي قوري بريا لسردا واتا هركسك إنكاري هاوليتي أبو بكر بكا خواي رازيبي لبو بيان صلى الله عليه وسلم إنكاري آياتك وشاهدية خواي قوري ددا لويا بيكا فرد بخوابنا من دا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون